هما بياكلوا ايه بقى في مكه وبياكلوا فين؟ بص انا عارف ان اغلب الناس اللي بتروح هناك بتاخد اكلها معاها 7 ايام بقى، 17 يوم، 70 يوم معاهم اللي يكفيهم، بس الحوار ده يكفيك فطار وعشاء، انما الغدا ما اعتقدش. الفندق بتاعك بقى لو فيه وجبات فده تمام، بس لو ما فيهوش ولا انت جايب اكل معاك تعالى لي. طبعا يا جماعه المطاعم في مكه كلها حلال. ايه اللي انا بقوله ده؟ هو ممكن تلاقي اللي شغالين في المطعم هنود بس عادي مسلمين، كل اللي هتشوفهم في مكه مسلمين، حتى الحاجات اللي هتشوفها في السوبر ماركت كل حاجه هناك حلال. احنا هنهزر؟ عموما اغلب الاكلات اللي في مكه يا فراخ يا جمال يا غنم. اللحم البقري والعجل والكلام ده موجود بس مش كتير. كمان سلاسل المطاعم السعوديه الكبيره الطازج والبيك وريدان. البيك هناك زحمه قوي، طوابير طويله على كل الفروع حتى في المدينه. لو راح المدينه برضو ممكن تشوف دليل زياره المدينه، هسيب لكم اللينك في الوصف تحت الفيديو ده. المهم لو ما جربتش البيك يفضل ان انت تجربه، خصوصا المسحب. المطاعم هناك كلها بتعمل مسحب، اغلبهم كويسين، بس البيك هو احسن واحد هناك بيعمل مسحب، وارخص واحد كمان هناك. تخيل بتبقى 7 قطع او 10 قطع، يا تجيبها من البيك يا تجيبها مش اقل من 20 ريال. عموما في مكه اشهر وافضل الاكلات هناك هي الفراخ او الدجاج، المشويه والمقليه موجوده في كل مكان. اسعار الوجبات هناك بتكون من 15 ل 35 ريال، ووجبات اللحوم بتزيد تقريبا 10 ريال، ده متوسط سعر الوجبه. المطاعم الهنديه والباكستانيه موجوده برضو في كل مكان، والمطاعم دي موجوده عندهم اطباق ادام سواء لحمه او فراخ او خضار. لما تشوف بقى المنيو في اي مطعم هناك سواء عربي او غير عربي هتلاقي كلمات ممكن ما تكونش مفهومه، زي مثلا كلمه نفر يعني طبق واحد، وكلمه حبه معناها فرخه كامله. الادام ده بقى هو طبق فيه لحمه او فراخ او خضار محطوطين في صلصه او شوربه وعليهم بقى بهارات وتوابل. كل المولات الكبيره هناك موجود فيها منطقه مطاعم فود كورت، يعني زي ابراج الصفوه وابراج البيت قصاد الحرم على طول. بس لو عاوز تروح مطاعم هقول لك على مجموعه من افضل المطاعم في مكه. مطعم ابو عبد العزيز ده مطعم مشويات موجود في شارع ابراهيم الخليل، ده مطعم اكل عربي وواحد من افضل واشهر مطاعم مكه. مطاعم بن علي في شارع عمر بن عبد العزيز في حي جرول، وليه فرع تاني في الشوقيه. مطعم كباب الميرو ده موجود في منطقه الفلق، موجود برضه في منطقه الفلق مطعم اسمه كبيبه الفلق، موجود في حي الجميزه. عنده الكبيبه بقى بيعملوها هنا مختلفه شويه عن الكبيبه الشاميه او الكبه. مطعم وادي حضرموت وريدان في منطقه العزيزيه. مطعم السندي او مطبق عبد الله السندي، المطبق ده هو فطير بالبيض بيكون حلو او حادق. المطعم ده موجود منه فرعين، واحد في منطقه الهجره وواحد في منطقه الشوقيه. مطعم شاورما جحا ده موجود في كذا مكان، ابراهيم الخليل والعزيزيه والشهداء واماكن تانية. ده اكل مصري بقى، فول وطعميه وكشري وكبده وشاورما. من المطاعم المصريه برضو كشري التحرير في شارع ابراهيم الخليل، وفلفله في منطقه العمره الجديده. مطعم وليمتي في حي النزهه وده بعيد شويه، ده عنده اكل خليجي، مطبي ومندي ومدفون. كبسه حاشي في العزيزيه عند جبل النور كده. في حلويات ابو نار بقى لو عايز حاجات حلوه، ده موجود في حي المحمديه. مطاعم السلام ده في الشوقيه، مطعم مشويات فراخ ولحم مقلقل وادامات. طعميه السلطان في حي العوالي، عنده كل حاجه، فول وطعميه وفراخ ولحوم واسماك وعصاير كمان. مطاعم خان الخليلي ده مطعم مصري قريب من منها في العزيزيه. لو حابب تطلع شويه من مستوى جوده المطاعم، في هناك عدد كبير جدا من المطاعم الفخمه والغاليه، زي مثلا مطعم الخيرات في ابراج الساعه، ومطعم المجلس اللي موجود برضه في ابراج الساعه، ومطعم الميراج اللي في اول شارع ابراهيم الخليل، ومطعم الشرفه اللي في برج الساعه وده بيطل على طول على الحرم. مطعم افندم التركي اللي قصاد مول الضيافه، وكمان مطعم ريليتش اللبناني اللي موجود في طريق الليث. دار تاج الهندي اللي في الرصيفه. كمان مطعم بيتوتي للاكل الصيني والغربي اللي في منطقه الشوقيه. في اي مستوى انت عايزه هتلاقيه. طيب بخصوص الفطار بقى خلونا اكلمكم شويه عن الفطار المكي. الفطار هناك ممكن يكون فول بعيش او خبز اسمه التميس. خبز التميس ده هو خبز افغاني بيتعمل في فرن كده اسمه فرن التنور. فرن التنور ده اللي هو الفرن المدور ده اللي بيتحط فيه العيش في السقف بتاعه. ممكن الفطار كمان يبقى كبده او تقاطيع. تقاطيع دي اللي هي كرشه الغنم على الفطار. الفطار كمان ممكن يكون فيه سلطه اسمها سلطه الدقوس او الدقس، دي طماطم وفلفل وعصير ليمون وشويه حاجات كده. وطبعا القهوه طول اليوم وهتلاقيها في كل مكان. الغداء التقليدي بقى في مكه اساسي طبعا الكبسه معانا. تقريبا الناس كلها هناك بتاكل كبسه كل يوم. كبسه اللي هي الرز يعني، بس رز باللحمه او الفراخ او الخضار، بتتاكل بالايد على طول. بس المطاعم هناك بتقدم معالق علشان الاجانب. ده الطبق الشعبي في السعوديه واشهر اكل هناك. بياكلوا كمان اكلات تانية زي السقط، ودي بقى اللي هي الكبده والفشه والكرشه والحاجات دي. الكباب الميرو وده نوع من انواع الكباب، بيتعمل على شكل كور مدوره كده وبيتقلى في الزيت، وده بيتعمل من لحم الجمال. ممكن كمان تجيب شوربه اسمها شوربه المقادم او المجادم، دي اللي هي شوربه الكوارع في مصر. السليق برضو من الاكلات الشعبيه هناك، ودي اللي هي اللحمه المسلوقه مع الرز وشويه حاجات تانية كده، ممكن لبن او قشطه. في كمان المعدوس اللي هو العدس، وده بيتعمل في مكه بكذا طريقه. من الحلويات بقى المشهوره هناك الدبازه، ودي بتتعمل من قمر الدين والمكسرات. المشبك الحجازي ودي بيسموها زلابيه بس غير زلابيه مصر خالص. وكمان اللقيمات واللدو والمعمول الحجازي والمعصوب والعريكه والمطبق والمفروكه. ده اللي هيترجم الفيديو ده ربنا يكون في عونه. المفروكه دي باختصار مخل كده، عيش بيتفرج بالسمنه او الزبده وبيتحط عليه لبن وجنزبيل او قرفه. اما المعصوب فدي فطيره بالموز
والقشطه والعسل. العريكه برضو شبه المعصوب كده بس تمر بقى بدل الموز. مطعم عريكه عم باسم ده اشهر مطعم هناك بيعمل عريكه. مش عاوز احيرك باسماء واكلات اكتر من كده، جرب انت بقى وانبسط، بس ما تقلش جامد قبل النوم عشان الفجر ما يروحش عليك. برضو عشان تبقى عارف، موجود في مكه في اي سوبر ماركت جبنه بانواع كتير وانواع كتيره من العيش الخبز. يعني الجبنه الرومي كمان موجوده في السوبر ماركتات الكبيره زي بن داوود وابراج وبندا ونوري والدكان والعثيم وكارفور. دول اكبر واشهر سوبر ماركتات في مكه. هتلاقي تقريبا كل المنتجات اللي انت عارفها في بلدك. هم بيراعوا ان في اجانب كتير هناك، بس في هناك كمان مجموعه من التطبيقات اللي ممكن تستخدمها في طلب الاكل. دول اشهرهم هانجر ستيشن، جاهز، ذا تشيفز، مرسول. في تطبيقات تانية كتير بس دول الافضل جوه مكه. طيب بص بقى، في مكه حاجه اسمها وجبات السبيل. ايه بقى وجبات السبيل دي؟ الحجاج والمعتمرين في مكه احيانا بيكون عليهم كفارات، واحيانا بيكون في ناس عاوزه تطلع صدقات، ففي هناك منطقه جنب الحرم مخصصه للحاجات دي موجوده قصاد باب 87 و88 جنب برج الساعه في اول شارع المسفله. المكان ده طول اليوم هتلاقي ناس هناك بتوزع وجبات، مش بس للفقراء، لاي حد، ودي طبعا مجانيه تماما. اما لو كنت انت اللي عاوز تطلع الوجبات ديت، فهتلاقي هناك مطاعم كتير بتبيع وجبات سبيل جاهزه ب 10 ريال مثلا او اكتر للوجبه الواحده. انا كده خلصت، بس خليني اقول لك على شويه نصايح كده قبل ما تروح.